السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل البطاطا بطريقه جميله جدا وحلوه. هنعملها بالبشاميل. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. مقادير البطاطا يا جماعه ديت دول 3 بطاطات، انا سلقاهم عادي زي البطاطس بالظبط. هحطهم واحط عليهم 3 معالق سكر بودره، او ممكن تحطي السكر والبطاطا بتتسلق. هحطهم في البوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل عليهم بالسكر وبمعلقتين قشطه واقلبهم. والسكر حسب الرغبه، يعني عايزاه مثلا السكر بتاعه مظبوط، عايزاه زياده شويه، اللي انتي حباه. ودول معلقتين قشطه بالشكل ده. هقلبها وارجع لكم. انا معايا هنا بقى على النار دي حله فيها نص معلقه سمنه بلدي او زبده اللي عندك، وشويه زيت بالشكل دوت. هحطهم وهنزل ب3 معالق دقيق احمرهم. احنا هنعمل بشاميل اكن بنعمل بشاميل المكرونه عادي، بس هنحط فيه سكر بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل ب3 معالق دقيق. بسم الله. ادي 2، ادي 3. هنقلبهم عادي لحد بس ايه ما ياخدوا لون كده، وبعد كده ننزل باللبن ونحط السكر على طول. ادي الدقيق بعد ما احمر. هننزل بكوبايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا دي الصينيه ديت انا دهناها سمنه. هنزل بقى بالبطاطا بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها في الصينيه. طبعا البطاطا على حسب بقى الكميه اللي انت هتعمليها، والبشاميل برضو نفس القصه. يعني دول 3 بطاطات كبار. هنفردها كده في الصينيه. ادي البطاطا بعد ما فردتها. هنزل بقى هنا بالبشاميل بعد ما عملته بالشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هفردها عليها كلها وادخلها الفرن بقى والشاي يحمر. هدخلها بقى الفرن والشاي يحمر واطلعها ايه ونشوفها مع بعض. اهو يا جماعه ادي البطاطا بعد ما طلعت بقت بالشكل دوت. حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا، هتعجبكم. اتمنى بقى ان هي تعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل وصفه سهله وبسيطه. هنعمل مع بعض الكشري المصري. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. ان شاء الله هيعجبكم. حاجه جميله جدا وموفره ولذيذه. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. انا هنا معايا بصل متقطع حلقات عادي بالشكل دوت على حسب ما انتي عايزه. ومعايا هنا دول معلقتين دقيق هحطهم عليه بالشكل دوت. هبدره، يعني هخلي الدقيق كله يخش في حلقات البصل ده اللي بيديله القرمشه بتاعت المحلات بتاعت الكشري. ده السر بتاع البصل المقرمش. هبدره كويس جدا بالدقيق بالشكل دوت، وافضل اقلب فيه لحد ما الدقيق كله يختفي مره واتنين وتلاته كده
لحد ما اتاكد ان كله اتغلف بالدقيق بقى بالشكل دوت. وبعد كده هيبقى معايا طاسه على النار، فيها زيت بالشكل ده. وهنا معايا انا الحمص بسلقه، والعدس برضو نفس القصة، ودوت الزيت اللي هعمل فيه الصلصة بتاعة الكشري. هجيب هنا بقى الزيت بعد ما سخن، هنزل بالبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بالبصل كده بالشكل دوت، واسيبه يتحمر، يعني احطه كله كده، والزيت ما يكونش سخن قوي، يعني يكون دافي، عشان البصل لما بينزل في الزيت وهو سخن بيتحرق. هقلبه بالشكل دوت كده، واوطي عليه النار. ما بيتحمرش البصل على نار عاليه، عشان زي ما قلت لكم ما يتحرقش مننا. هسيبه بقى. وهنا بقى في الحله اللي فيها الزيت ديت، انا هنزل بالثوم. احط ثوم وعليه كزبره، هحمره عادي بالشكل دوت. هسيبها لحد ما تتحمر خالص، لونها هيبقى ذهبي، او مش تتحمر جامد يعني، اللون بتاعها هيبقى ذهبي. هحمرها كده، يعني هي تاخد لها بتاع كام ثانية كده. اقلب فيها طبعا عشان ما تتحرقش على النار بالشكل دوت. اهي ابتدت لونها يعني يغير شوية بالشكل ده. يعني هنا لونها ابتدى يصفر، يبقى ذهبي. هنزل عليها بالطماطم، واسيبها بقى تغلي شوية. هنا طبعا البصل ابتدى يحمر. هنا انا حطيت لها مرقة دجاج، اللي حابب يحطها حابب، مش حابب براحته، حاجة ترجع له. وهحط لها ملح وفلفل، واسيبها لحد ما تتسبك. وطبعا مش هغطش عليها، يعني هسيبها كده من غير ما اغطي عليها. ومعايا هنا بقى في الحله اللي انا سلقت فيها العدس ده زيت، وهنزل بشويه شعريه هيتحمروا برضو، هيبقى لونهم ذهبي. طبعا هنقلب فيهم عشان ما تتلسعش مننا. هنفضل نقلب فيها لحد ما تحمر بالشكل ده. وشايفين بقى لون البصل ابتدى هو يعني يميل للذهبي الفاتح. يعني انا هنا مهديه عليه النار على فكره، مش حاطه، يعني زي ما قلت لكم مش معليه النار عليه، عشان هو دوت اللي بيخليه يقرمش معانا. يعني دي التركه، ان هو متغلف بالدقيق، وان انتي توطي عليه النار، تبقى النار متوسطه مش النار عاليه. هنا بقى الشعريه معانا ابتدت لونها يصفر اهي بالشكل دوت اهي، يعني حاجات بسيطه. وهنا طبعا معانا الحمص، انا حاطاه بيستوي معانا، دي اول حاجه انا ابتديت فيها. والصلصه هي ابتدت برضو يعني تاخد ان هي تتسبك. ادي الشعريه ابتدت تحمر اهي بالشكل دوت، دهبي خفيفه اهي. احنا عايزينها يا دوبك بس تبقى دهبي غامق شويه. هي ابتدت تغمق. هنا بقى هنزل بكوبايه رز وعليها عدس اصفر، طبعا مغسول كويس، اللي حابب يحطه حابب، مش حابب بس هو بيدي طعم حلو جدا للكشري. هنزل عليه على الشعريه بالعدس والرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. وهقلبه كده كام تقليبه، يعني برضو يتشوح شويه مع الشعريه كده بالشكل ده.
يدوبك بس حاجات بسيطة ويتشوح. هنا بقى ايه، بعد ما قلبته هنزل عليه بالمية بتاعت العدس اللي احنا سلقنا فيها. انا ما برميش المية دي، المية بتاعت العدس اهيت اللي انا سلقته فيها. انا سلقته فيها 3/4 سوا عشان هيكمل سوا مع الرز برضو. طبعا هزودها ايه شوية مية تاني لحد معيار الرز العادي بالظبط اهو. زودته هنا شوية مية، هقلبه بقى واشوف المعيار بتاعه بالظبط. ايه طبعا انا هنا بحط مرقة دجاج برضو بتديله طعم، اللي حابب يحطها ممكن، مش حابب خلاص يستغنى عنها، بس هي تدي طعم حلو جدا للكشري. كده انا بقلبه عشان اشوف المعيار بتاع الميه. احط له بقى الملح واسيبه بقى ايه لحد ما يتشرب. هنا بقى العدس دوت انا سلقته، يعني ايه هو استوى شويه، فانا طبعا مش هحطه دلوقتي غير لما ايه، لما الرز يتشرب خالص من الميه بتاعته، وبعد كده هنزل بالعدس. هنا بقى البصل ابتدى هو ياخد لون ذهبي بالشكل ده. طبعا هقلبه عشان لو في مثلا ايه حاجه بيضه فما تتحرقش، وبرده النار هاديه عليه مش عليه اهو. هنا الرز بقى هنا اتشرب اهو بالشكل دوت. هنزل عليه بالعدس هنا كده، هقلبه واسيبه بقى ايه يكمل السوا بتاعه عادي. ههدي برضو عليه النار واسيبه يستوي عادي لحد ما يكمل سواه بالشكل دوت كده. انا قلبته خلاص اهو، هوطش عليه النار واسيبه بقى ايه يكمل سوا عادي بالشكل ده. انا بقى هنا دي نص معلقه سكر. انا طبعا بحطها في الصلصه بتاعه الكشري او عامه اي صلصه عشان تعادل نسبه الحموضه اللي في الطماطم. وفي الحله التانية انا حاطه ميه وحاطه زيت عشان طبعا نسلق المكرونه، ولسه هحط لها ملح. هحط معلقتين ملح للمكرونه على حسب طبعا ايه الكميه اللي انت هتعمليها، وهتغلي عادي وهسلق المكرونه عادي. ويبقى هنا كده يعتبر ايه الكشري بتاعنا خلص. هنا بقى هنيجي هنا للدقة، السر بتاعها ده توم ومحطوط عليه كزبرة. هحط عليه سنة كمون، هنزل بسنة كمون كده بسيطة، وشوية خل، هنزل عليه بشوية خل صغيرين، وبعد كده هزودهم مية. هنزود مية طبعا عشان الخل بيبقى لاذع قوي فلازم يتزود مية. وهنقلب كده عادي، وهحط شوية ملح واحطها على النار تغلي. ادي حطيت هنا الملح، هقلبها واديها على البوتاجاز يا دوبك بس تغلي غلوة بسيطة بس كده. اديها بقى على النار تغلي، وبعد كده ايه ارجع اوريها لكم. هنا بقى معايا دي صلصة من اللي احنا عملناها بتاعت الكشري، خدت منها معلقتين، هحط عليها معلقة شطة كده واقلبها بالشكل دوت لحد ما الشطة تختفي جوه الصلصة كده بالشكل ده. سوري بتاعنا. بعد كده ايه انا هنا حطيت لها زيت وبروح ركنيها بقى على جنب. هنا بقى الدقة بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي بعد ما غليت على النار غلوة بسيطة، فضيتها في البولة وبقت هنا معانا الشطة والدقة جاهزين. هننزل بقى بالمكرونة. انا المكرونة بستخدم هنا
النوع اللي هو المرمرية الصغير، واللي هي الهلالية اللي عاملة زي الهلال ديت بالشكل دوت، والسباجيتي، دول بيبقوا حلوين قوي مع بعض في الكشري. هنزل بقى بيهم في المية. ادي بقى الكشري يا جماعة بعد ما خلص بقى بالشكل دوت. اتمنى بقى ان هو يعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة اللي بالبندق، حاجة جميلة جدا وهتعجبكم. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقة ونشوف المقادير. مقادير البسبوسة يا جماعة: لكل نص كيلو سميد عادي، ده سميد عادي معلوش اي اضافات دوت، انا ده كيلو، اللي حابب يعمل نص براحته. ودول 4 كوبايات سكر، وما تقلقوش من كمية السكر لان البسبوسة بتحتاج سكر كتير. دول 4 كوبايات، يعني الكيلو السميد بيبقى عليه نص كيلو سكر، دول 4 كوبايات يعني نص كيلو سكر، يعني الربع سكر عليه نص سميد من هو السميد العادي. ودول كوبايتين لبن من نفس الكوبايه اللي انا معايا بيها السكر اللي هي ديت، ومعايا كوبايه برضو سمنه بلدي بنفس الكوبايه. اللي حابب عنده زبده ممكن، ما عندوش يعني سمنه ممكن زبده وزيت. ومعايا طبعا معلقتين عسل كلوكوز، دول برضو بيتحطوا مع بعض. ومعايا بندق للتزيين، اللي حابب يزوقها ببندق بالفستق دي حرية شخصية. فاحنا هنعمل ايه؟ انا طبعا هنا عندي اللبن دوت سخن، يعني انا لسه غلياه اهو. هنزل عليه بالسكر، بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض ان احنا هنحط كل الخليط دوت على النار عشان يدوب. بما ان بقى ان اللبن سخن، فاحنا هنحط ايه كل المكونات على بعض. هنحط طبعا، حطيت السكر وحطيت كوبايتين اللبن، وهحط كوبايه السمنه ومعلقتين العسل كلوجوز اهو يا جماعه. ادي الخليط بعد ما حطيته، طبعا انا كان اللبن برد شويه فاضطريت ان انا حطيته على النار، والمفروض ان هو كل المكونات اللي احنا قلنا عليها تتحط على النار لحد ما كل حاجه تدوب. وكمان اكتر حاجه العسل، معلقتين العسل الجلوكوز. معلقتين العسل الجلوكوز دول مهمين جدا عشان البسبوسه ما ترجعش تسكر تاني، عشان السكر اللي فيها. دي الفكره بتاعت العسل الجلوكوز. وعامة الحلوانية بيستعملوه في العسل بتاع الحلويات كلها، عشان هما بيعملوا كميات كبيرة، فبيضطروا ان هما ايه بيسيبوه، فعشان ما يرجعش ايه يسكر تاني، فبيحطوا ايه العسل الجلوكوز دوت، ده مادة رابطة كمان، عشان لما تيجي تقطعي مثلا قطعة البسبوسة تبقى متساوية بالشكل دوت. هو طبعا كده دلوقتي دافي، هنسمي الله وهننزل على البسبوسة. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنقلب كتير، يا دوبك بس ايه كل المكونات تختلط ايه ببعضها. بسم الله الرحمن الرحيم كده. طبعا انا حطيت السمنه، انا زودتها الزيت على فكره مش سمنه بس، يعني عشان كامكانيات يعني ما تبقاش مضلعه بالنسبه لناس تانية، لكن اللي حابب يحط سمنه عادي كلها براحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده هنخلطها بقى كلها مع بعض لحد ما كل المكونات ايه تتجانس مع بعضها. وزي ما قلت لكم احنا مش هنقلب كتير، يا دوبك بس ايه الدقيق يشرب الخليط دوت، وبعد كده نروح حاطينه في الصينيه على طول. البسبوسه اهي بعد ما خلطتها بقت بالشكل دوت. وعايزه اقول لكم على معلومه مهمه، ان البسبوسه يا جماعه ما بتبقاش ولا خفيفه ولا تقيله، يعني بتبقى بالشكل دوت، ولا هي خفيفه قوي ولا تقيله قوي، يعني بالشكل دوت. لو حتى احتاجت بعد كده شويه لبن ممكن نزودها تاني، او ممكن شويه ميه عادي، بس المهم ان هو يبقى الخليط بتاعها انسيابي كده كده بالشكل ده. طبعا بقى انا معايا صينيه هنا كبيره، انا الصينيه بتاعتي دي مقاسها 42 طبعا، عشان انا هعمل بسم الله ما شاء الله كيلو، فدهناها طبعا سمنه بلدي. هنزل بقى بالصينيه كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده بالشكل دوت. هفردها في الصينيه وهسيبها ترتاح نص ساعه. لازم دي برضو تركه مهمه للبسبوسه، ان هي لازم ترتاح نص ساعه بعد ما ايه ما تتفرد في الصينيه كده. هفردها بقى في الصينيه كلها واسيبها ترتاح ايه نص ساعه.
ادي البسبوسه اهي بعد ما زوقتها بالبندق بالشكل دوت. طبعا انا زي ما قلت لكم هنسيبها بقى نص ساعه ترتاح، وبعد كده ندخلها الفرن على الشوايه اللي في النص لحد ما وشها يحمر. مش هشغلها الشوايه، هي كلها هتحمر مع بعضها. ارجع لكم بقى بعد ايه ما ادخلها الفرن. ادي البسبوسه اهي يا جماعه بعد ما طلعت من الفرن. انا يا دوبك بس ايه احمرت شويه وشغلت لها الشوايه حاجات بسيطه، يعني دقيقتين 3 بس. بقت بالشكل دوت. طبعا هي سخنه والشربات سخن. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنحط الشربات كده. لازم طبعا الشربات يكون من ايه بسم الله الرحمن الرحيم يعني مغرقه. هي هتشرب اللي هتحتاجه والباقي يعني هتطرده، مش هتشرب كله العسل. ولازم العسل بتاعها يكون خفيف جدا. يعني دول 3 كوبايات سكر من اللي احنا عيرنا بيهم اللبن والسكر، و3 كوبايات ميه. ده المقدار لكيلو بسبوسه. لكن لو نص كيلو كوبايتين سكر وكوبايتين ميه بالشكل ده. هسيبها بقى ايه برضو ترتاح نص ساعه وتشرب العسل بتاعها وابقى اوريها لكم. ادي البسبوسه هي يا جماعه بعد ما طلعت بقت بالشكل دوت. انا طبعا ايه قطعت حته عشان اوريها لكم. بقت بالشكل دوت جميله جدا وبسم الله ما شاء الله حلوه قوي وتنفع للعزومات. طبعا انا عايزه اقول لكم انا كميه البندق دي مش حاجه كتيره قوي. يعني يا دوبك جبت ب10 جنيه بس. يعني ب10 جنيه عملت الصينيه دي كلها. وممكن تستغني عنه، وممكن كمان لو انت حباه عشان تديكي طعم حلو تفرميه. يعني انا حطاه صحيح، انا قاسمه بس جزئين وعاملاه بالشكل دوت. يعني ديت مش كانت مثلا مكلفاني حاجه كتيره، لا بالعكس وجميله جدا. اتمنى بقى ان هي تعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل الكفته بتاعت الحاتي بطريقه سهله وبسيطه. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. معايا هنا يا جماعه ده نص كيلو لحمه مفرومه عادي فرمانه عند الجزار. ومعايا هنا دي بصلايه انا بشرها ناعم جدا واخده يعني عصرتها من الميه وهستعمل الميه دلوقتي هقول لكم في ايه. ومعايا ملح وفلفل. ومعايا يعني ما يعادل 50 جرام كده من الليه. دي حلوه جدا للكفته بتاعت الحاتي وهي اساسها دي اللي بتديها طعم. هنسمي الله وهنحط البصله المفرومه. طبعا انا عصرها من الميه جامد زي ما انتم شايفين. وهحط 50 جرام منديه طبعا برضو انا فرماها بشرها هنا عندي. وهحط ملح وفلفل مش هنكتر فلفل، حاجات بسيطه كده. هنحط الملح برضو وهنقلب كل ده مع بعض. وهنا بقى ايه التركه عشان الكفته ما تفكش مننا. احنا بنحط ايه نص بيكنج باودر، نص باكو كده. وهنقلب كل المكونات دي كلها كده مع بعضها وهندخلها في بعضها. وبعد كده هنشيلها في التلاجة ترتاح شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. هقلبها كده كلها. ولازم يا جماعه ترتاح في التلاجة شويه عشان لما نيجي نسلخها ما تفكش مننا. نحطها في الفريزر مثلا ربع ساعه ولا حاجه. هنا معايا يا جماعه شويه زبده على النار. هنعمل فيها الرز بالزعفران. هي كده سخنت. هنسمي الله وهنحط نص معلقه زعفران. بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. وهبتدي هنزل بالرز. دي كوبايه رز بسمتي، ممكن نعملها برز ابيض عادي من بتاعنا. هنزل بيها كده من غير اي اضافات. هو بس الزعفران وشويه زبده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده هحط له بقى الملح واحط له الميه بتاعته.
حطيت له هنا الميه بتاعته على كل كوبايه رز كوبايتين ميه، وحطيت له الملح. هسيبه بقى يغلي، ولما يغلي هوطي عليه زي الرز العادي بالظبط. هنا معايا طحينه على حسب الكميه اللي انت هتعمليها، ومعايا الميه دافيه هنا، ومعايا ثوم، ومعايا ملح، ومعايا كمون. هنسمي الله كده ونحط ميه سخنه على الطحينه، وهنقلبها لحد ايه ما تخف خالص، تفك من بعضها بالشكل ده كده. هذه الطحينه بعد ما خفت هنحط بقى ايه الملح والكمون والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ملح صغيرين مش هنكتر، والكمون عادي حلوين يعني شويه حلوين، وهننزل بالثوم وهنقلبهم، ونحط سنه خل. بس هنقلب بقى كل ده مع بعضه، وهنحطه في التلاجة شويه، وهنحط شويه زيت في الاخر خالص. ادي الكفته بعد ما ارتاحت نص ساعه في الفريزر، ربع ساعه. احنا طبعا معانا هنا بيسيخ، وديت ميه البصل انا حاطه عليها شويه بهارات لحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد قطعه اللحمه كده، طبعا بعد ايه ما جملت شويه اهي بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب بقى الصباع اللي انت عايزه تشكله، كبير تخين براحتك طبعا، بس احنا هنعمله ايه مبسط. ادي السيخ اهو. بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده. لازم نقفل ايه الحفل بتاعه الاول كده. من فوق ومن تحت اهم حاجه. شايفينه بالشكل ده كده. نجيب اي علامات كده لو احنا حابين كده اهو كده. الكفته دي ممكن نعملها وندخلها الفرن بالشكل ده، تبقى برضه جميله، مش شرط على الفحم. انا هنا كده بدهنها بميه البصل اللي انا حاطه عليها التوابل بالشكل ده. ما بتاخدش غير 10 دقايق بس على النار، هتستوي بقى واوريها لكم. ادي الكفته يا جماعه بعد ما خلصت بقت بالشكل دوت. احنا قلنا لكم طبعا ان احنا حطيناها على الشوايه 10 دقايق بس، ما تاخدش اكتر من كده. وبرده ممكن نعملها بنفس الطريقه ديت في الفرن. اتمنى بقى ان هي تعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل الفراخ الزنجر السبايسي بطريقه سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله مفاجاه معايا ان انا ولادي هيشاركوني في عمل الساندوتش بتاعهم. اتمنى بقى ان الفيديو دوت يعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. مقادير الفراخ الزنجر يا جماعه، دي الفراخ ديت انا متبلاها نص كوبايه ميه على حسب الكميه اللي انت هتتبليها، وحطيت فيها نص معلقه توم بودره وسنه ملح ليمون وشطه. اللي مش حاببها ان هي تبقى عاديه مش سبايسي ما يحطش الشطه، وبنسيبها اقل حاجه في التتبيله لا يقل عن ساعتين زي تتبيله البانيه العاديه. بس الفرق ان دي ايه اقتصاديه شويه، ما فيهاش مثلا لا زبادي ولا لبن رايب ولا يعني اي تكلفه عاليه. وبنقطعها طبعا بالشكل دوت عشان تبقى على قد الكايزر. لو احنا هنعملها في عيش طويل ممكن نقطعها بالطول، لكن انا عشان هعملها في الكايزر فمقطعها بالشكل دوت عشان تبقى جايه على قد ايه الكايزر بالظبط بالشكل ده. انا طبعا سبتها ساعتين في التتبيله. معايا هنا بقى ده دقيق عادي ما فيهوش اي حاجه. هنسمي اللي هناخد قطعه البانيه كده هنبدرها كده، هنبدرها في الدقيق، لازم نبدرها كتير كده. بسم الله بالشكل ده كده. كده
كده بالشكل ده، ونرجع نرجعها تاني التتبيله كده. دي الفراخ الزنجر يا جماعه بتبقى جميله جدا، وبنشتريها من بره بتكلفه عاليه، احنا نعملها في البيت للولاد. طبعا لو مش الشطه نستغنى عنها، لكن لو اي حد بيحب السبايسي هيعملها بالطريقه ديت ان شاء الله هتعجبه. انا عن نفسي بعملها في البيت، ولادي بيحبوها جدا، بس طبعا هما مش هياكلوا منها سبايسي، فانا عاملاها سبايسي. وطبعا معايا زيت اهي، لازم تتبدر كويس بالشكل دوت. طبعا انا حاطه زيت في حله، طبعا قلت لكم الموضوع دوت، اي حاجه غويطه ممكن حله او طاسه غويطه ايا كان. طبعا لازم استنى ان الزيت يسخن واروح نازله بيها ايه في الزيت. اهي يا جماعه ادي الفراخ الزنجر بتتحمر، انا حطيتها طبعا دي تاني مره بالشكل دوت. طبعا انا يعني مغطيها بالزيت بالشكل ده. ادي الفراخ الزنجر يا جماعه بعد ما طلعت بقت بالشكل دوت. طبعا انا بقى هنا معايا ده صوص كاتشب على مايونيز، انا حاطه الاتنين مع بعض. وطبعا معايا بقى ايه خيار مخلل وفلفل رومي وطماطم وبصل. اللي مش حابب ممكن ما يحطش البصل لو في اطفال ما بيحبوش البصل. وده طبعا العيش الكايزر، انا بعد ما خلصت خدته تشويحه كده بحته زبده في الطاسه بقى بالشكل دوت. ممكن تستغني عن الخطوه ديت. انا بقى معايا رودينا ومعايا مازن، هم هيعملوا بقى ايه السندوتشات بتاعتهم بايديهم. يلا يا رودي قولي بسم الله. بسم الله. يلا حطي بقى هنا، حطي هنا، يلا خدي. ماشي. حطي الكاتشب. يلا يا رودي حطي بقى في الساندوتش. قولي بسم الله. بسم الله. ايوه فردي كده، شطوره. يلا فردي كده على الحروف. حاضر. ايوه من هنا. هتحطي ايه بقى بعديها؟ خس. ايوه. وهتحطي ايه بعديها؟ طماطم. ايوه شطوره. هنا كمان. وتحطي ايه تاني؟ فلفل. ايوه. وتحطي بقى ايه؟ فراخ. وبعديها بعد ما حطينا الفراخ يا جماعه هنحط الجبنه زي ما انتوا شايفين، وبعدين نحط الصوص على الساندوتش زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. بس كده خلاص يا رودينا، بس كده. يلا بقى اقفلي الساندوتش. حاضر. نقفل الساندوتش اهو. تسلم ايديك يا رودي، حلوه قوي. ده بقى مازن يا جماعه يعمل الساندوتش بتاعه برضو. يلا يا مازن يلا بتحط ايه يا مازن؟ كاتشب ومايونيز. شاطر. يلا كمل بقى. يلا خد كمان وحط. يلا افرد في الساندوتش كله يا مازن. شاطر. يلا على الحروف يا مازن. شاطر. يلا هتحطي ايه تاني؟ خس. شاطر برافو عليك. وبعد كده هتحطي ايه؟ طماطم. علي صوتك عشان يسمعوك. ماشي. هتحطي طماطم. ايوه برافو عليك. وهتحطي ايه تاني يا مازن؟ فلفل. ايوه برافو عليك. هتحطي ايه تاني؟ مازن ما بيحبش ولا البصل ولا الخيار. هيحطي بقى ايه؟ هتحطي ايه؟ برافو عليك. كنتاكي. لا زنجر. هحط زنجر.
بعد كده هنحط ايه يا مازن؟ الجبنة. بعد ما حطينا الزنجر نحط الجبنة. شاطر. وبعد كده هتحط ايه بقى؟ احط الكاتشب تاني. تاني. هاتي ايدك كده عشان ايه الكاميرا. يلا حط. يلا يا مازن. شاطر يا ماما. ايوه برافو. شاطر يا مازن. دلوقتي عملنا ايه؟ يلا حط بقى اقفل الساندوتش. برافو عليك. انا مش هاكله. برافو عليك. تسلم ايدك. بعد بقى يا جماعه مع مازن ورودينا خلصوا الساندوتشات بتاعتهم، هما كانوا نفسهم بصراحه ربنا يعملوا معايا اي حاجه ويطلعوا معايا في الفيديو. انا بقى طبعا هكمل بقيه الساندوتشات. انا طبعا هنا هحط انا بقى ايه، هم عملوا كل واحد الساندوتش بتاعه، انا بقى ايه هكمل الباقي. هنحط كده بالشكل دوت. ده الصوص اللي احنا قلنا عليه بتاع المايونيز والكاتشب. وهنحط الكابوتشي. وهنحط الطماطم كده. وهنحط احنا هنعمله ايه يعني طبقتين. نحط قطع الزنجر ادي واحده، وهنرجع تاني نحط نفس الموضوع كاتشب والمايونيز. وهنحط كابوتشي. طماطم وخيار وفلفل رومي وبصل. اللي مش حابب البصل يستغنى عنه عادي. طبعا الساندوتش ده هيبقى عالي شويه دوت. انا عامله سبايسي كده. هنحط قطعه الزنجر التانية. وهنحط ايه الجبنه بالشكل ده كده. كده بقى بالشكل ده. شايفين بقى الجمال بتاعه عامل ازاي؟ حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. ادي يا جماعه ادي سندوتشات الزنجر بعد ما خلصت بقت بالشكل دوت. اتمنى هي بقى تعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل طاجن مكرونه بالسجق او بالصدق على لغه الاسكندرانيه. حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. شايفين المطه بتاعت المكرونه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله تحفه. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. طريقه المكرونه بالسجق يا جماعه دي عباره عن طاسه تيفال. انا حاطه فيها شويه زيت صغيرين، ومعايا سجق. طبعا ده سجق بلدي على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. هنسمي الله كده وهننزل بالسجق ياخد صدمه كده. هقلبه كده لحد ما يدبل شويه. السجق بعد ما خد صدمه كده بسيطه، انا معايا بقى هنا ده بصل وفلفل حراق ودي طماطم. هنزل كده بالبصل بسم الله الرحمن الرحيم والفلفل يتشوحوا برده معاه شويه كده. اللي مش حابب يحط الفلفل براحته، اللي مش بيحبها سبايس، بس انا عاملاها المره دي سبايس. ادي البصل بعد ما اتدار كده اهو. هنزل بقى عليه بالطماطم وهديله تشويحه تاني كده. واحط له بقى ايه ملح وفلفل وشويه بهارات. دي بهارات لحمه شويه صغيرين، بهارات لحمه
وفلفل عشان نكتر كده، وشوية ملح، واديهم تقليبه تانية واسيبهم بقى يتشوحوا تاني. ادي السجق اهو يا جماعه، انا حطيت له معلقتين صلصه. طبعا ده بيرجع لكميه المكرونه اللي احنا هنعملها. لو هنعمل في طاجن كبير يبقى ممكن نحط كيس صلصه من الكبير. وطبعا ظبطت لها الملح وحطيت سنه ميه صغيره بقت بالشكل دوت اهي. هطفي بقى عليها وهنشوف هنعمل فيها ايه تاني. ادي السجق اهو يا جماعه، وادي المكرونه هسمي الله كده وهنزل بيها كده، وهقلب المكرونه في السجق كده بالشكل ده. ادي المكرونه اهي. طبعا انا بقى هنا معانا طاجن اهو، هنسمي الله كده ونفضي المكرونه في الطاجن اهي. ادي المكرونه اهي يا جماعه. طبعا انا بقى معايا جبنه موتزاريلا اهي، هحطها بقى على وش المكرونه كده وادخلها يا دوبك الفرن وشها يحمر بس اهي كده بالشكل ده. ادخلها بقى الفرن واوريها لكم. اهي يا جماعه. ادي المكرونه بعد ما طلعت، طبعا انا سبتها لحد ما وشها احمر، والمكرونه كده كده كانت مستويه سوا عادي، ويا دوبك بس هي الجبنه اللي وشها احمر بقت بالشكل دوت. اتمنى بقى ان هي تعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده بقى هنعمل حاجه اساسيه في الشتاء الكل بيحبها، وعامل اساسي للتدفئه، حلو جدا ويعني في البيت وارخص من بره كتير وزي بتاع المحلات بالظبط. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير بتاعت حمص الشام. المقادير بتاعت الحمص الشام يا جماعه ده عباره عن ربع كيلو حمص. انا جبته ونقعته قبليها بيوم، يفضل ان هو يتنقع قبليها بيوم عشان ما ياخدش سوا مننا كتير، وغيرت عليه طبعا الميه بقى بالشكل دوت. طبعا احنا هنا معانا نص شفشق طماطم، طبعا على حسب الكميه بتاعت الحمص اللي انت هتعمليها. لو هتعملي نص كيلو حمص هتحطي شفشق طماطم، هتعملي ربع كيلو حمص هتحطي نص شفشق طماطم. انا هنا معايا طماطم ضربها في الخلاط عادي في الكبه. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل عليها. وبعد كده هننزل ب3 فصوص توم، يستحسن يكون فريش كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط كمون، شويه كمون، وهنسيبه بقى يستوي عادي على النار. وكل مثلا ما الميه بتاعته تقل نحط له ميه تاني عادي، نزوده ميه سخنه. نحط شويه كمون كده وهنسيبه بقى يستوي. هوريهولكوا كده في نص الوقت بتاعه اهو يا جماعه. ادي الحمص بعد ما دخل في السوا كده بقى بالشكل دوت. انا زودته يعني يعتبر برضو نص لتر ميه تاني بقى بالشكل ده، عشان هو طبعا الميه بتاعته قلت. هسيبه بقى يغلي، وحطيت له ملح. هسيبه بقى يغلي وهطفي عليه واوريهولكوا. هغطيه واسيبه بقى يغلي. ادي الحمص اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هغرفه كده، احطه بقى في كوبايات. يعني ده في الشتاء لا غنى عنه. احنا بصراحه ربنا على طول لازم نعمله في الشتاء، لو ما عملتوهوش ولادي بيزعلوا جدا. لازم يشربوه في الشتاء، هو يعني عامل تدفئه فظيع بصراحه ربنا. بعمله بقى واشيله في التلاجة، لما بعوز بطلع منه وبنسخنه يا دوبك بس، ونحط بقى عليه ليمون وشطه وكمون اهو يا جماعه. ادي الحمص بعد ما فضيته في الكوبايات بقى بالشكل دوت. اتمنى بقى ان هو يعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل السبانخ بطريقه سهله وبسيطه، من غير رز ومن غير لسان عصفور، وهتطلع معاكي ممتازه. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير.
السبانخ يا جماعه بتتعمل ازاي؟ ديت نص كيلو سبانخ. طبعا انا غسلاها، السبانخ بتتغسل الاول قبل ما تتقطع عشان ما تفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. على حسب الكميه اللي انت هتجيبيها هتغسليها كويس جدا، وبعد كده هتبتدي تقطعيها يعني بالشكل اللي انت عايزاه. انا مقطعاها يعني ايه حتت كبيره شويه عشان انا ما بحبهاش صغيره. وطبعا على السبانخ احنا بنحط حزمة شبت وحزمة كزبرة، دي برضو بتديها طعم حلو قوي وبتعلي التيست بتاعها. يبقى احنا كده هنشوف الطريقة بتاعتها. طبعا معايا طماطم على حسب برضو الكمية، ومعايا بصلة. يلا بقى مع بعض نشوف هي بتتعمل ازاي. ادي الحلة هنا على النار، هنا حاطة فيها سمنة وزيت. هنزل كده بالبصلاية. بسم الله الرحمن الرحيم. بقلبها يا دوبك هتاخد بس ايه لون كده. طبعا في ناس بتعملها بالفراخ وفي ناس بتعملها باللحمه. انا عن نفسي بعملها باللحمه، يعني معظم الطبخات انا بحب عليها بصراحه ربنا يعني اعمل لحمه بقى، مش بعمل فراخ. انا طبعا حاطه ايه اللحمه بتستوي شويه، وبعد كده هنزلها في السبانخ. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه، السبانخ ما بتتسواش كتير على النار، لان كل ما بتستوي كل ما بتبقى طعمها مش حلو، وبتفقد برضو القيمه بتاعتها. يعني دوبك هي بتتحط وبعد كده ما بتكملش 5 دقايق على النار بالظبط. اهي هنا البصله كده خدت لون. هنزل بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب الطماطم بقى ايه تتسبك، وبعد ما تتسبك هنشوف هنعمل فيها ايه. ادي الطماطم اهي يا جماعه بعد ما اتسبكت بقى بالشكل دوت. هنزل بقى عليها بالسبانخ. طبعا السبانخ هيبقى حجمها كبير شويه، بس لكن بعد كده هتهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بقى ايه هتبان كده ان هي عاليه قوي في الحله، بعد مفيش دقيقتين 3 هتلاقيها كل دوت مفيش. وفي ناس بتضيف لها على فكره شويه رز نيين او لسان عصفور. انا مش بحب الموضوع دوت، انا بعملها كده من غير ولا رز ولا لسان عصفور، وبتطلع برضو ايه تقيله معايا. يعني هما بيحطوا فكره الرز او لسان عصفور عشان تتقل شويه، لكن انا لا، انا ما بحبش. فاللي حابب يحطها حابب، مش حابب براحته. هسيبها بقى ايه لحد ما تهدى شويه، وبعد كده هوريها لكم في الاخر. ادي يا جماعه السبانخ بعد ما نزلت خالص اهي بالشكل دوت. طبعا اللي هي كانت عاليه قوي. انا طبعا حطيت لها ملح، حطيت لها شويه فلفل، ومعايا بقى هنا في الطاسه ديت سمنه على زيت، وهنزل ب3 فصوص ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هيتحمروا. كده وفي ناس بتعمل لها الطشه دي في الاول يعني مع البصل، بس انا برضو بحبها في الاخر، بتدي طعم جميل جدا. هنزل بشويه كزبره علينا،
وهقلب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل على السبانخ بيها اهي كده. خلاص سخنت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، تحفه. دي حاجه مش قادره اقول لكم اهي. بصوا يا جماعه بقى تقيله ازاي، من غير ما احط بقى ولا رز ولا لسان عصفور اهي. تقيله اهي. يا دوبك بس ايه، هسيبها تاخد غلوه بسيطه واغرفها واوريها لكم اهي يا جماعه. ادي السبانخ بعد ما خلصتها بقت بالشكل دوت. اتمنى بقى ان هي تعجبكم وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل شوربه الخضار بطريقه مختلفه شويه، وهنضيف ليه حاجه طبعا احنا ما بنستعملهاش كتير. ناس كتير جدا ما بتحطهاش في الاكل، ودوت غلط، ودي حاجه مفيده جدا. وهنعمل معاها هنقدم معاها الرز الابيض. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. الخضار يا جماعه عباره عن ايه؟ اي نوع خضار عندك. يعني انا هحط لها بتاع دوت بروكلي. دي البروكلي دوت طبعا اللي هو شبه القرنبيط شويه، بس مش هحطه دلوقتي. طبعا فاصوليا خضراء مغسوله متقطعه، وبسله برضو، ودوت شويه كرفس، وطبعا جزر وبطاطس وكوسه. في ناس ما بتحطش فيها بطاطس، بس احنا بنحب نحط فيها بطاطس. هنعملها بطريقه مختلفه شويه. وطبعا معايا شوربه، ويفضل شوربه لحمه. ليه بقى؟ لان اللحمه بتديها طعم احسن شويه من شوربه الفراخ. انا معايا الشوربه، هحط كل المكونات دي ما عدا البروكلي، لان البروكلي كده كده ما بياخدش سوا كتير، وهوريه لكم. الشوربه هي يا جماعه بعد ما حطيتها بالشكل ده وحطيت اللحمه معاها، يعني يا دوبك ايه هتبتدي تخش في السوا. هنزل بقى هنا ايه بالبروكلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مقطعاه كده وردات بالشكل ده كده اهو كده. هنزل عليه بالبروكلي واسيبه يستوي، واحط لها الملح كده. وطبعا بقى ايه معايا السر، يعني اللي هو ايه بيخلي الطعم مختلف شويه وفي نفس الوقت حلو. هنحط لها معلقه صلصه عاديه من بتاعه البطرمانات كده، بتديها طعم حلو جدا كده اهي. واسيبها بقى ايه تكمل سواها. احط لها الملح ولما تستوي او اغرفها واوريها لكم. احط بقى الملح. طبعا انا مش حاطه ملح في الاول خالص، بس طبعا حاطه لها فلفل في اللحمه وهي بتتسلق، ورق لورا وبصل وحبهان وكبابه صيني كده يعني اهي. معلقه الصلصه دي يا جماعه بتفرق في الطعم والله، صدقوني. جربوها كده ان شاء الله بالطريقه ديت وباذن الله تعجبكم. وطبعا البروكلي مهدور حقه في اكلات كتيره احنا ما بنستعملهوش، بس هو بسم الله ما شاء الله مفيد جدا بالذات للمعده. اغرفها بقى واوريها لكم لما تستوي. يا جماعه ادي شوربه الخضار بعد ما عملتها بقت بالشكل دوت. وشايفين بقى البروكلي استوى طبعا، بقت جميله جدا. اتمنى بقى ان الوصفه دي تعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات ديدي ونانا. السلام عليكم. السلام عليكم يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده مع بعض هنعمل الكبسه بالفراخ بطريقه سهله وبسيطه. يلا بقى مع بعض نشوف الطريقه ونشوف المقادير. مش عايزاكي تنسيني في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. يلا مع بعض نشوف الطريقه. الكبسه يا جماعه عباره عن دي بصله متوسطه انا مقطعاها وحطيت لها سمنه، معلقه سمنه وشويه زيت، وسبتها ايه تتشوح شويه بالشكل دوت. هتتشوح، هسيبها بقى تتشوح. ادي البصله بعد ما اتشوحت بالشكل دوت. طبعا انا هنزل ايه بقطع الفراخ. الفرخه لازم تكون متقطعه 8 يا جماعه، ما تكونش كبيره بالشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بقطع الفراخ كده اهي. فرخه متقطعه 8 على حسب ايه الحجم بتاعها برضو ايه، ما يكونش كبير قوي. هنزل بالفراخ
بعد ما نزلت بالفراخ يا جماعه، طبعا انا هحط هنا البهارات بتاعت الكبسه. البهارات دي عباره عن ملح وفلفل وحبيتين ورق لورا، ثلاثة كبابة صيني، واثنين حبهان. ودي بهارات كبسة، ودول عودين قرنفل ويومي واحدة بس، ودوت كركم. هسمي الله كده وهنزل كلهم كده وهقلبها واسيبها تاخد تشويحة صغيرة، وبعد كده هنزل عليها بالمية، هسيبها تاخد 3/4 سوا، وبعد كده هكون نازل عليها بالرز اهي. هذه الفراخ بعد ما اتشوحت بالشكل دوت، هنزل بقى عليها هنا في الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها بقى تستوي 3/4 سوا، وبعد كده هنزل بالرز. نعمل هنا الصوص يا جماعه بتاع الكبسه، عباره عن دقيق على طماطم على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. دول طماطمتين كبار، وده قرن فلفل رومي، انا عشان ما عنديش فلفل حراق فاستخدمت الفلفل الرومي، ودوت فص ثوم كبير. هنسمي الله كده ونحطهم كلهم في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هنحط لهم سنه شطه عشان تبقى سبايسي، لانه اساسا الصوص دوت بيبقى حراق، فانا لو كان في فلفل كنت حطيت. وهنحط ملح وكمون، شويه ملح مش هنكتر، وشويه كمون، وهنضرب كل دوت مع بعض. هنحط طبعا شويه ميه صغيرين كده، وهنقفل الكبه كده. ادي الصوص يا جماعه بعد ما اتضرب في الكبه بقى بالشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بيه كده بس، ويبقى بقى جاهز على التقديم مع الكبسه. ادي الفراخ يا جماعه بعد ما دخلت في السوا بقت 3/4 سوا بالشكل دوت اهيت. انا هنزل بقى هنا بالرز البسمتي. احنا طبعا عارفين ان كيلو رز البسمتي كل كيلو عليه 4 كوبايات ميه، يعني نص كيلو بياخد 2 كوبايات ميه. هنسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده رز ابيض يا جماعه، انا بجيب الكيلو بتاعه 35 جنيه، انا مش بجيبه اللي هو المغلف، لا ده السايب دوت. انا جربته حلو جدا وبستعمله بقالي كذا سنه بصراحه. ده هندي بالشكل دوت. طبعا انا ظبطت لها الملح، هسيبها بقى لحد ما تتشرب خالص ووطش عليه زي الرز العادي. بس هسيبها بقى لحد ما تستوي اهي يا جماعه. ادي الكبسه بعد ما خلصت بقت بالشكل دوت. طبعا بسم الله ما شاء الله حلوه قوي، وان شاء الله لو جربتوها بالطريقه بتاعتي هتعجبكم. اتمنى بقى ان هي تعجبكم، وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه اكلات جديده. السلام عليكم.